بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، درسنا في هذا اليوم عن أسلوب القرآن. أنزل الله تبارك وتعالى كتابه القرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويسره للذكر، أنزله بلسان عربي مبين، وجعله ميسرا للذكر، بمعنى أنه في متناول كل من يعي ويعلم العربية يستطيع أن يفهم عن الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن هذا اليسر يسر المعنى، وصول المعنى، وكذلك يسر التلاوة، وكذلك يسر الحفظ. وأما التيسير في حفظه فأمر عجب، فإنك تجد الطفل المميز يحفظ كلام الله تبارك وتعالى بسهولة ويسر، وكم ممن حفظوا هذا القرآن وهم لم يبلغوا بعد سن البلوغ والرشد، يكون قد جمع القرآن كله. تيسير المعنى أمر واضح وبين، فهو كتاب محكم مفصل بين مبارك بكل معاني البركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من أسلوب القرآن أنه أولا استخدم أساليب العرب في البيان، وكذلك في البديع، في تجميل الكلام، لكن بأسلوب معجز، فإنه سهل ميسر. وقد أخذ طرائق العرب في فهمهم، أعني مثلا في التشبيه والاستعارة والكناية وضرب الأمثال، فهذا كله من أسلوب القرآن. وكذلك بعض أساليبهم في البديع كالجناس والطباق والسجع، ولكنه يبقى أسلوب مميز لم يسر على أي نسق من نسق كلامهم. مثلا في النثر فهو ليس نثرا كنثرهم، وليس نثرا كشعرهم، وإنما هو قرآن كلام الله تبارك وتعالى الخاص، وإن كان قد استخدم طبعا نفس لغتهم، نفس أساليبهم في البيان. استخدم القرآن الأساليب، جعل أقول الأساليب العربية في البيان وفي البديع، وجعل الألفاظ في خدمة المعنى. فمثلا من أوائل القرآن نزولا سورة المدثر. إذا قرأنا مثلا سورة المدثر كيف جعلت الألفاظ في خدمة المعاني: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وأمن تستكثر ولربك فاصبر. نجد الألفاظ هنا بهذه المقاطع القوية
وكأنها طرق، كأنها من يطرق الباب على أحد. يا أيها المدثر قم فأنذر. والمعنى إنما هو نداء من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالمهمة التي جاءته وكلف بها، وهي أن يقوم بالنذارة إلى العالمين. يا أيها المدثر، ثم إن وصف النبي هنا بالمدثر، وذلك إثر خوفه لما نزل عليه الوحي لأول مرة وبسورة اقرأ، ثم رجع بها النبي صلوات الله وسلامه عليه يرجف بها فؤاده بعد أن رأى الملك جبريل الذي أتاه في صورة الإنسان فقدم له رقعة، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. يقول فأخذني فضمني فغتني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني الثانية فضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. يقول النبي أردت أن أقول بهذا لأتخلص منه فأخذني الثالثة فضمني إلى حتى بلغ مني الجهد، ثم قال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فحفظها منه، ثم انطلق الملك ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله تعالى عنها يرجف فؤاده وهو يقول دثروني دثروني. بعد 3 سنوات من انقطاع الوحي على النبي نزلت سورة المدثر، يقول الله تبارك وتعالى فيها يا أيها المدثر قم فأنذر. هي نستطيع نقول مداعبة من الرب تبارك وتعالى لنبيه الذي تدثر خوفا، فوصفه بهذا الوصف ليبين أن الوقت الذي أتاه ليس وقت تدثر، وإنما قد جاءته همة كبيرة أن يقوم بالنذارة. قال قم فأنذر وربك فكبر ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لسنا بصدد تفصيل المعنى، وإنما بيان كيف جعلت هذه الألفاظ في خدمة المعنى. تقرأ هذا هذا الأسلوب لاستنهاض الهمة وللتكليف بالمهمة. إذا قرأت في باب آخر، باب قيام الليل، ينزل على النبي بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فنجد أن البحر والسياق هنا سياق أنه سياق الرحلة وسياق السفر وسياق أشبه بالحداء الذي يحدى به، وذلك أن المقام مقام تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل والسرى فيه مع الله تبارك وتعالى مع القرآن من يد، فيأتي السياق مغاير لسياق الإيقاظ من أجل الدعوة وحمل الرسالة. في سياق البيان وإيضاح الأحكام نجد أن السياق يختلف. مثلا نقرأ قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أقرب لكم نفعا
فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، نجد أن السياق سياق تعليم وتفهيم، وكأنه درس يوضع في الحساب وفي توزيع التركة وكيفيتها، مع اتباع هذا بالوعظ والتوجيه إلى أنه إلى عدم الميل في ما فرضه الله تبارك وتعالى، فيبدأ بها يوصيكم الله في أولادكم أن يكون كذا، ثم بالنسبة لميراث الوالدين، ثم يقول الله تبارك وتعالى أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا حتى لا يميل أحد، ثم يقول فريضة من الله، يعني فرضها الله تبارك وتعالى. فتوظيف هذه الألفاظ في بيان المعنى نجد أنها هي المناسبة تماما. الحكمة تقتضي نزول اللفظ لشرح هذا المعنى على ما نزلت عليه ولا غرو، فهذا كلام الله سبحانه وتعالى. في القتال نجد أن السياق يختلف والألفاظ تختلف، فإذا قرأنا مثلا سورة القتال نجد الأمر مختلف. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. نجد أنها هذه خطبة حرب، وأنها الألفاظ والسياق موظف لبيان أحكام القتال واستنهاض همة أهل الإسلام للقتال استنهاضا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فنجد أن الأمر مختلف، كأنها يعني خطبة محارب يخطب ليستنهض الهمم. كل هذا فأي معنى من المعاني التي جاء القرآن لبيانها كان السياق والألفاظ إنما هي موظفة في خدمة هذا المعنى بأسلوب معجز لا يستطيعه إلا الرب سبحانه وتعالى منزل هذا القرآن. في البيان ذكرنا أن القرآن اتخذ أساليب العرب، لكن مثلا من أساليب العرب الأمثال. القرآن جاءت فيه أمثال كثيرة، والله تبارك وتعالى ضرب الأمثال، وضرب الأمثال بأمور بالحشرات، ببعض الحيوانات الدنيا كالكلب والحمار والعنكبوت والذبابة، حتى قال الكفار ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قالوا إن كلام الملوك يترفع عن ذكر هذه الحيوانات والحشرات الحقيرة وأنهم لا يدين. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يستحيي أن يضرب مثلا ما، قال جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، قال جل وعلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فالمثل إنما هو صورة حسية تضرب لتقريب صورة معنوية، فإن الأمور الحسية التي تقع تحت المشاهدة والسمع تحت الحواس أقرب إلى يعني الفهم والعلم
من الأمور المعنوية، لأن الأمور المعنوية تحتاج إلى يعني مخيلة عقلية يتصور الإنسان فيها هذا الأمر المعنوي. هذه الأمور البعيدة العقلية تصور بأمور حسية لتكون قريبة من الذهن والفهم. الأمثال، العرب كانوا من أكثر الناس استخداما للأمثال. الأمثال التي جاءت الله تبارك وتعالى وظف المثل في خدمة البيان القرآني على أتم صوره، وسيأتي هذا في مكانه إن شاء الله. لكن المقصود هو البيان أن القرآن قد ملأه الله تبارك وتعالى بالأمثال، فضرب مثل لنفسه ومثلا لما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، كما عقد المقارنات الكثيرة بين الله الإله الحق الذي لا إله إلا هو والآلهة الباطلة التي تعبد من دونه. مثل لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، ضرب مثلا لهذا الهدى النازل من عنده سبحانه وتعالى، وبين عمل المؤمن وعمل الكافر، ضرب أمثال لمن ينفق في سبيل الله ومن يعمل عمل الدنيا لا وجهة له. ضرب أمثال لعمل الكفار، شبه عمل الكفار، وضرب مثل له بأنه كالسراب الذي يركض وراءه يعني من يركض ثم لا يجده شيئا، أو بالظلمات المدمة التي لا يتبين فيها يعني من يسير فيها أي طريق. قال جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. أعمالهم شبه الله تبارك وتعالى عمل الكفار وركضه وراءه، سواء كان عمله الدنيوي أو عمله الدين الذي يظن أنه نافعه عند الله تبارك وتعالى. قال: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات، يعني هذا مثل آخر لعمل الكافر. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ضرب الله تبارك وتعالى أمثال للمتصدق الذي يتصدق ثم بعد ذلك يبطل صدقته. قال: يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ضرب الله مثل للعالم الذي يعني سار بعلمه وقت ثم بعد ذلك انقلب على وجهه عياذا بالله. قال: واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثل اليهود في عدم حملهم لما حملهم الله تبارك وتعالى إياه من التوراة، حملوها صورة ولكن بغير موضوع، بغير أن يعملوا بها. قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الشاهد أن الأمثال في القرآن كثيرة، وقال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ودحض الله تبارك وتعالى أمثال الكفر التي كانت تضرب له وبين المثل الحق يستحقه سبحانه وتعالى. قال: فلا تضربوا لله الأمثال، وذلك أنهم كانوا يضعون الله تبارك وتعالى في مثل قياسي يقيسونه بغيره سبحانه وتعالى والله لا يقاس بغيره، أو في مثل تشبيهي يعني يقيسون الله بغيره أو يشبهون الله تبارك وتعالى بملك الأرض. قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعني يعلم أن تعلمون. فالله لا
يكون في نوع يشمل هذا النوع، لأن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد المتفرد سبحانه وتعالى، ولا في مثل تمثيلي يجعل لله تبارك وتعالى مثيل أو كف أو شبيه، تعالى الله عن ذلك. الشاهد أن هذا أسلوب من أساليب القرآن، استخدام القرآن للأمثال وللتشبيه، فضرب الشبه بالأمور البعيدة بالأمور القريبة، وكذلك بالأمثال. أساليب البيان التي كان العرب يستخدمونها استخدمها القرآن، كأسلوب الحصر، أسلوب تقديم العامل على المعمول على العامل من أجل الحصر، أسلوب استخدام السؤال في غير الاستفهام، وهذا كثير جدا في القرآن، أن يأتي السؤال وطبعا لا يراد به الاستفهام، بل يراد به معاني أخرى، معاني بلاغية كالتقرير والتوبيخ والتقريع والتأنيب، وهذا كثير في القرآن. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ليس الله بأحكم الحاكمين سؤال يراد به التقرير، أي لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ والجواب لا شك أن الله عزيز سبحانه وتعالى ذي انتقام. فأقول أساليب العرب في البيان قد استخدمها القرآن، لكنه لم يستخدم الأساليب يعني العربية التي هي بمعنى المبالغة والكذب، فالتهويل والكذب هذا بعيد عن القرآن، فإن هذا القرآن لا شك فيه ولا ريب فيه. أعني أن القرآن لم يستخدم كل أساليب العرب في البيان، فإنه كان من أساليبهم في البيان التهويل، يهولون الأمر، يكون أمر صغير لكن يهولونه بالكلام ويعطونه على غير صفته. لا، القرآن ليس فيه تهويل، بل ما فيه ما يسمى بالتهويل إنما هو حق، كقول الله عز وجل: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. هذا لتهويل الأمر، لكن ليس لتهويله بمعنى إعطاءه صورة أكبر من الصورة الحقيقية، لا، بل الحاقة وهي يوم القيامة. لا شك أن الله تبارك وتعالى صور لنا الأمر مما يكون كما سيكون، بل إننا لو رأينا على الحقيقة ما سيكون لرأناه أكبر مما تتخيله عقولنا وتتصور. فالتهويل بمعنى إعطاء الأمر الصغير صورة أكبر من حقيقته ليس في كتاب الله تبارك وتعالى، بل هو كما قال الله: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فهو قول فصل وليس فيه هزل، ثم ليس فيه شك، ليس في القرآن ما يجوز نفيه. ولذلك المجاز الذي يعني باصطلاح أهل البلاغة ليس في القرآن مجاز على هذا النحو، أي أمر يجوز أن ينفى، بل هو كتاب لا ريب فيه، كما وصف الله تبارك وتعالى كتابه فقال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكل كلام الله تبارك وتعالى حق، وليس في القرآن شيء يمكن أن ينفى وأن يقال عنه إنه قد وضع للمبالغة أو التهويل، أو أنه جاء لتقريب المعنى، وليس الأمر كذلك، بل لا شك أن القرآن هو حق، مضمونه حق، وأن الألفاظ التي وضعت له إنما وضعت لبيان المعنى دون تهويل ودون أن يكون يعني شيء غير مراد وإنما هول عني. فقول الله تبارك وتعالى مثلا في وصفه لشجرة الزقوم قال: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين
فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. تصوير الشجرة على هذا النحو هو لا شك أنه حق كما أخبر به الله تبارك وتعالى، وهو الصورة. الله سبحانه وتعالى ليس لا يكذب ولا يهول، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. أيضا من أسلوب القرآن البعد عن الفحش. ليس في القرآن كلمة فاحشة، بل القرآن كله منزه أن يكون فيه يعني شيء من الفحش. تكلم القرآن عن كل الأمور التي يستقبح الكلام عنها بألفاظها، وقد عالج القرآن أحكام الجماع وأحكام الحيض والنفاس وبيان آيات الله تبارك وتعالى في أصل خلق الإنسان، وكل ذلك بأسلوب عالي ورفيع تقرأه الفتاة العذراء فلا يخدش حياء لها، ويقرأه كل أحد فلا يجد فيه كلمة بذاءة ولا فحش واحدة. مثلا قول الله تبارك وتعالى في شأن الحيض قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. كلام في منتهى في علو وسمو الكلام، وهو يتكلم عن هذه الأمور الخاصة جدا ويبين أحكامها ويفصلها حتى في هيئات الجماع، فيعالجها بأرفع وأعلى صورة ولا غرو في ذلك، فهو كلام الرب سبحانه وتعالى البعيد عن كل فحش وكل بذاءة، مع بيان الحكم وسعته وتفصيله. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. في أصل الخلق يقول الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. في قضاء الحاجة وأحكامها يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الآية. فانظر أسلوب الرب تبارك وتعالى في بيانه لهذه الأحكام، ومنها معاشرة ومنها قضاء حاجة، كيف عبر عن هذه الأمور بأحسن عبارة وأتم بيان، وتكلم الله تبارك وتعالى بكلام لا بعيد عن كل معاني الفحش والبذاءة، وهو يفصل سبحانه وتعالى هذه الأحكام. أقول القرآن قد نزل حكما عربيا لكل الأحكام التي تحتاجها الأمة، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، من آداب يعني قضاء الحاجة وأحكام الطهارات وأحكام النساء
بعد ذلك ارتفاعا إلى العبادات والمعاملات، كل هذا تكلم به الرب تبارك وتعالى بكلام لا يخدش حياء، ليس فيه لفظة من الألفاظ ممكن أن نقول إنها كلمة يعني فحش أو خارجة، بل يتنزه كلام الرب تبارك وتعالى عن ذلك. وليس التنزه هو عدم ذكر هذه الأمور، بل ذكرها وبيانها بأسلوب القرآن العالي والرفيع، وذلك أنه كلام الله تبارك وتعالى. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك بهذا البيان والتفصيل، وخاصة وهذا أمور من الأمور الخاصة جدا والأمور الداخلية، لكن الله تبارك وتعالى يبينها ويفصلها بأسلوب عظيم رفيع. هذا كلام الرب تبارك وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص. هذا أسلوب القرآن. أقول هذه بعض أساليب القرآن في البيان ذكرناها لنعلم أي كتاب أنزله الله تبارك وتعالى إلينا ليكون للعالمين نذيرا ويكون بيانا لصراطه المستقيم والطريق إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا الكتاب. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.